تخيل معي واحد صاحبي كان جالس حدا النبي صلى الله عليه وسلم، وفجأة طلب منه الطلب ما يقدر حتى شي واحد يشوقعه. قال له: يا رسول الله، أأذن لي بالزنا. الصحابة كاملين غضبوا، ولكن رد ديال النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب في تغيير حياة هذا الشاب للأبد. السلام عليكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وسط الصحابة كيعلمهم أمور الدين وكل شي ساكت وكيسمع. وفجأة دخل واحد شاب صغير في السن وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم قدام الناس كاملين. قال بصوت واضح: يا رسول الله، أأذن لي بالزنا. صحابة صدموا وبعضهم غضب وقال: سكت، كيفاش كتقول هذا الكلام قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما غضبش، قال ليه بهدوء: قرب مني. قرب الشاب وهو خايف. سولوا النبي صلى الله عليه وسلم: واش ترضى هذا الشيء لأمك؟ قال الشاب بسرعة: لا والله يا رسول الله. قال لي: حتى الناس ما كيرضيوش لأمهاتهم. من بعد قال لي: واش ترضاه لبنتك؟ قال لي: لا والله. قال لي: حتى الناس ما كيرضيوش لبناتهم. وبقى النبي صلى الله عليه وسلم كيسولو: واش ترضاه لأختك، لعمتك، لخالتك؟ وفي كل مرة الشاب كيقول: لا والله. حتى فهم أن المعصية اللي كان كيشوفها سهلة راها كتجرح قلوب الناس كاملين. من بعد حط النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدر هذا الشاب ودعا ليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. وفي اللحظة نفسها تبدل قلب الشاب. من بعد هذا النهار كان كيقول الناس أنه ما بقات عنده حتى شي رغبة في الزنا، لأن الله سبحانه وتعالى طهر قلبه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. العبرة من هذه القصة: النبي صلى الله عليه وسلم كان كيعالج الناس بالحكمة والرحمة، ماشي بالإهانة، والكلمة الطيبة والأسلوب الحسن يقدروا يبدلوا إنسان كامل. هكا كتسالي القصة ديالنا. نتلاقاو في قصة جديدة إن شاء الله.